السلام عليكم متابعين مصر زمان. هنتكلم عن الأميرة جشم إيفت، وهي واحدة من زوجات الخديوي إسماعيل. الأميرة جشم إيفت هانم ولدت سنة 1830، وهي جارية تركية من جواري الخديوي إسماعيل. اتزوجها الخديوي إسماعيل سنة 1863، وتبقى الزوجة الثالثة للخديوي، ولم ينجب منها أطفال، وعلشان ما خلفتش من الخديوي قررت تتبنى طفلة. اتبنت ملك حسن طوران، اللي بقت بعدين سلطانة مصر بعد زواجها من السلطان حسين كامل السلطانة ملك، ورزقت منه ب3 أميرات: سميحة وبديعة وقدرية. وأشهر حاجة ذكرها التاريخ عن الأميرة جشم لما صدر كتاب المرشد الأمين للبنات والبنين في سنة 1872 للشيخ رفاعة الطهطاوي. كان بيتكلم فيه عن قضية تعليم الفتاة، ولازم البنات تتعلم ويكون لهم حق زي الأولاد. الأميرة جشم سمعت الكلام ده، وبسرعة أنشأت وبنت أول مدرسة حكومية داخلية مجانية لتعليم البنات في مصر، وتم افتتاحها سنة 1873. ويعود الفضل للأميرة جشم بأنها أنشأت أول مدرسة حكومية مجانية لتعليم الفتيات، وهي المدرسة السيوفية، واللي اتغير اسمها بعدين وسموها بالسينية. وكانت المدرسة الأولى من نوعها في مصر وفي العالم الإسلامي. ضمت المدرسة بعد 6 شهور من افتتاحها 286 تلميذة و15 معلمة، منهم النظرة و2 أجانب. اتوفت الأميرة جشم في 11 نوفمبر سنة 1907، ودفنت في مسجد الرفاعي بالقاهرة مع زوجات الخديوي إسماعيل. رحم الله الأميرة جشم.